كتب الرواية دخلها الغث والسمين. طبعا الحديث موجود في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولكن هو في الحقيقة مطعون الإسناد والمتن، مطعون الإسناد والمتن، مطعون الإسناد والمتن. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينه الأحاديث الأخرى. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. هذا يدل على عظم فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج. أنت ترى بناء على كل هذا أنه صيام عرفة بدعة؟ نعم، بدعة هكذا قطعا عندي بدعة. في حديث 6 شوال يعني مرة تحدثت عنه، صيام 6 شوال. نعم، لم يثبت. هو رواه أبو سعيد الخدري وروي عنه مرفوعا وموقوفا وهو معلول بالوقف. أما صيام 6 أيام من شوال هذا لم يكرهه المالكية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 6 من شوال ولا عن أصحابه. نحن مثلا فيما نحفظه من متون الفقه المالكي عندما نأتي إلى الصوم ونأتي إلى الأيام المستحبة الصيام نذكر الأيام 6 من شوال. ولم يثبت، ونقل عن مالك قال: إني لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. 6 من شهر شوال كما 3 من كل شهر يمما. هذا 6 من شهر شوال مما ينقل المالكية في مذهبهم استحباب صومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك. لكن أقول لك الذي كره صيام 6 أيام من شوال هو مالك ليس المالكية. ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة. كرهه مالك سدا للذريعة. نعم، كرهه مالك سدا للذريعة، واستحبه المالكية لما رأوا أن هذه الذريعة لم تعد حاصلة. يعني منها مثلا حديث الفخذ عورة. الفخذ عورة هذا حديث ضعيف. بالنسبة للأحاديث الواردة في عورة الرجل أنها ما بين السرة والركبة، جميع الأحاديث الواردة فيها كلام. العورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة، هي القبل والدبر. طيب، فقط. أما ما سوى ذلك بالنسبة للرجل فهو متعلق بالعرف. ابن القيم يفرق في الفخذ بين أول الفخذ وآخر الفخذ، يعني النصف الأسفل والنصف الأعلى من الفخذ. يقول النصف الأعلى من الفخذ الذي هو قريب من الإلية، طيب، من المقعدة، يقول هذا من العورة يتبعها. والنصف النازل يعني إلى الركبة يقول هذا ليس بعورة، يعني التفريق أو عورة مخفف وعورة مغلظة.